ايوه صديقي، لازم تكون مدموغة، وشرط تكون مدموغة بالدمغة المصرية. يعني حتى لو هي بتحمل الدمغة الأجنبي زي الفضة الإيطالي، تايلاندي، تركي، إيراني، لازم تدمغ بالدمغة المصرية. طب هي لو مش مدموغة هتعمل إيه؟ هتروح العبور برضو؟ لا، هتتوجه لمصلحة الدمغة المصرية، ولكن الموجودة في الحسين. مكانها فين؟ مكانها جنب بيت القاضي، ودي برضو ليها شروط معينة. إجراءاتها المادية مش كتير، لكن ليها شروط معينة. لو أنت شخصي أو أفراد لك دمغة واحدة في السنة. لو أنت سجل تجاري أو بطاقة ضريبية بتدمغ براحتك، لكن لو منتج بس هتصفره لصديقك ولا تحمل سجل أو بطاقة ضريبية، ليك دمغة منتج واحد في السنة. هتعمل إيه في الحالتين وساعدك إزاي؟ هتتوجه لمصلحة الدمغة المصرية الموجودة في الحسين، تقول لهم أنا عاوز أدمغ دي، بس تروح بدري من الساعة 9 وهتسلمهم المنتج. هتستلمه بداية من الساعة 11 للساعة 2 مدموغ دمغة مصري. الدمغة المصري ليها ضريبة معينة، والدمغة المستوردة ليها ضريبة أغلى شوية، مش هنوضح علشان دي تفاصيل كتير واختصر عليك. بعد ما بتدمغها بتتوجه على مصلحة الدمغة اللي في العبور، بتعمل الإجراءات اللي أنا عرفتك عليها. طيب أنا شخصي أو فرد ودمغت مرة واحدة في السنة وحابب أبعت كمان، هتتفضل تتصل بيا وهحملها لك على سجل التجاري وبطاقة الضريبية، وهدمغها لك بتكاليفها. هي ايه تكاليفها برضو؟ لو المنتج مصري له ضريبة معينة، لو مستورد ايا كان منين له ضريبة اعلى شوية، لكن مش اعلى كتير، بدون ايضاح. واتمنى اكون افدتك للمرة التانية. اشوفكم دايما على خير.